طب أنا أطلع من خطية الكذب إزاي؟ هنشوف في ال10 دقايق جاي العلاج. في 5 علاجات سلوكية و3 علاجات روحية، هقولهم بسرعة وبقى اسمعوهم تاني. أول علاج سلوكي للي بيكذب هنقول له كده: التفكير قبل الرد. فكر قبل ما ترد. أوقات كتير لما السؤال بيبقى مباغت وانت إنسان متعجل في ردودك بتفقدك حكمة الصواب، فبتستسهل الكذبة أو الكذبة بتطلع من بقك أوتوماتيكي، غير الإنسان اللي بيفكر قبل ما يجاوب. كان المتنيح نيافة الأنبا غريغوريوس لما كان بيدي العقائد زمان في الكلية الإكليريكية، مهما كان عارف إجابة السؤال كان في عادة جميلة جدا جدا جدا: لو سألته سؤال ينتظر مش أقل من 20 ثانية قبل ما يجاوب. عارفين بيعمل إيه؟ بيرتب أفكار الإجابة. هو موسوعة في العقائد وموسوعة في الطقوس الكنسية، يعني تدوس زرار يجاوب أسرع من الكمبيوتر. طيب ليه يا سيدنا كنت بتستنى 20 ثانية والناس كده هو ليه سيدنا متأخر في الإجابة؟ يقول لك لأن كان يأخذ وقته ويتأنى في ترتيب أفكاره قبل ما يجاوب. المتأني يقدر يدرك الكذبة ويقول الموقف وما فيش حاجة في الدنيا تستاهل ان انا اكذب. المتسرع الكذبة تسبق عقله فيكذبها حتى لو لام نفسه بعد كده. فأول حاجة تتعلمها: فكر قبل ما ترد. 2، اتعلم ما يسمى، خلي بالك من النقطة دي لأن دي جديدة خالص، جرأة الرد أو جرأة عدم الرد. يعني إيه جرأة عدم الرد؟ أنت بتسألني سؤال لازم أجاوب، مش كده؟ أقول لك أنا آسف مش عاوز أرد. هتقول لي إيه الكلام؟ ما حدش متوقع إن حد هيقول له كده. يقول له أنا آسف مش عاوز أرد. هو إحنا من حقنا ما نردش ولا لأ؟ حق ولا مش حق؟ فلما أنت تتمسك بحقك في عدم الرد بصرف النظر اللي قدامك هيفهم إيه، بس أنت ما تكذبش. واحد بيسألني على صحة أب كاهن أو أب أسقف، في إشاعات بتقول إن كذا 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 كذا، ما بردش. بتقول يا ابني حبيبي أنا لو كنت عاوز أرد كنت رديت من أول مرة سمعت فيها السؤال، فكون إن أنا ما جاوبتش يبقى أنا مش عاوز أرد. ليه يا ابونا مش عاوز ترد؟ أنا مش عاوز أرد. هو الثقافة دي مش متعرفين عليها في مجتمعنا، بس أنا بقول لك أمام الله إنك أنت من حقك عدم الرد، علشان عدم الرد أفضل من إنك ترد رد كاذب. يبقى أول حاجة فكر قبل ما ترد. 2، اكتسب ثقافة حقك في عدم الرد. 3، التدريب على الإجابات المسبقة. التدريب على إيه؟ الإجابات المسبقة. يعني إيه التدريب على الإجابات المسبقة؟ أنا ما أقدرش أكذب. أنا ككاهن أحكي لكم حاجة في سر الكهنوت. أي واحدة فيكم متقدم لها واحد من دول وواحد من دول بيعترف عندي، في الاعتراف أنا عارف إيه؟ خطاياه. فأنت تيجي تسألي أبونا أنا بنتك وعاوزة أسأل عن فلان، أقدر أقول خطاياه؟ طب أقدر أقولك زي الفل وهو مش زي الفل؟ خلي بالكم، لو قلت زي الفل يبقى كذبت، ما أنا عارف إنه زي الفل. ولو قلت هو نص نص يبقى أنا لمحت وكشفت سر اعتراف. يبقى أنا ككاهن أنا عارف من خلال وظيفتي الكهنوتية هتزنق في السؤال ده كتير، فأنا بعمل بري أنسرز. يعني إيه بري أنسرز؟ يعني إجابات مسبقة محفوظة. يا ابونا فلان بيعترف عندك عاوزين نسأل والى آخره. أقول لها إيه؟ ما تسأليش أي أب عن أولاده لأن كل الأولاد في عين أبوهم حلوين. اسألوا بره.
بس يا ابونا احنا عاوزين نطمن. يعني نطمن يا بنتي يا بنتي، يعني ايه نطمن دي؟ معرفش. الطباع ما بتبانش في الاعتراف، الطباع تبان في الخروجات. بقى انت شايفاه بخيل، هو شايفك مبذره. انت شايفاه مسرف، هو شايفك عمرك شفتي واحد في الاعتراف يقول انا بخيل؟ مفيش حد. الطباع بتبان فين؟ في التعامل. يبقى انا ما بتعاملش معاه، انا بسمع اعترافات. طيب هل في بعدين معاكي بقى انت ما بتفهميش ولا ايه يا بنت انت؟ ما قلت لك اهو ده ابني وبحبه. انا كذبت لما قلت ابني وبحبه؟ طب انا طلعت مني بحاجه؟ ردوا عليا، طلعت مني بحاجه؟ بس ما كذبتش، ومش هتطلعوا بحاجه. واخدين بالكم ولا لا؟ فالانسان لما بيتدرب على اجابات مسبقه، يعني يجي مدير عاوزنا ابقى عصفوره، يقول لي زميلك ايميل جه في ميعاده ولا اتاخر؟ هو الواد اتاخر. لو انا انتهازي هقول له قلبك كبير يا فندم، سامحه النهارده. انتوا خدوا بالكم بس معناها انه ايه؟ ده انا اديته كده ايه بيقولوا عليه زر ولا ما اعرفش يقولوا عليه، لكن انا يعني لكن انا هتدرب. هبص انا عارف انه جه متاخر، لو قلت الحق هاذيه وانا مش عاوز اذيه، وفي الوقت نفسه ما اقدرش اكذب. طب اعمل ايه؟ اقول له هو في طريقه سهله قوي، هو انسان كويس، حضرتك تساله. انا كذبت؟ ما كذبتش، هو كويس في حاجات تانية كتيره قوي الحقيقه، ما عدا مواعيده يعني، بس انا ماليش دعوه. حضرتك اساله. انا كده اعربت عن هويتي وما بقتش عصفوره، لان لو بقيت عصفوره مره هتبقى عصفوره اولويز. فمن الاول انا حطيت حدود بحكمه، قلت له اسال، وفهمت المدير انه ما يجيش يسالني تاني، لان انا اللي مش هروح اقول له. اذا كنت انت خبيث وعاوز تروح تقول له دي قصه تانيه. انا بتكلم على الكذب مش الخبث. 4، عدم الموافقه على مجامله الكذب. يعني ايه عدم الموافقه على موافقه الكذب؟ يعني انا جيت قلت لك لو سمحتي داري عليا، لو جه سيدنا سال قولي له بس هو مشوار كده 5 دقايق بيناول واحد في مستشفى، وانا مش رايح مستشفى ولا هناول اي حد، وانت بقى انا ابونا تحب تجامليني واقول اخته. لا انا اسفه يا ابونا، ما تقوليش انت فين وما تقوليش اعمل كده، لان انا لو اتسالت مش هقدر اكذب. هزعل منك، ازعل. الرجاله يقولوا لبعض انت طلعت مش راجل، اقول له معلش بس عند المسيح ب100 راجل، بس مش هكذب. مش مهم يكون عندك انت راجل، انت هتنفعني فوق. ما هو طلع اسمه الكذاب ابو الكذاب وانا هبقى الكذاب ابن الكذاب فانا ما عنديش استعداد اخد اللقب ده قدام ربنا، فانا مش هكذب علشانك. طب قول لهم بس ان انا يعني كان الكاوتش لا مش هقول. اوعى تجامل انسان على حساب ربنا. في طريقه حلوه قوي لو قدرتوا تعملوها يبقى برافو عليكم. لو انتوا حسيتوا هتتحطوا في موقف ممكن تتسألوا، من الاول ما تسمعوش. يعني هي جايه تقول لك ايه؟ اصل انا هقول لكم اللي بيحصل في دنيا النميمه، وخاصه في النص ده. واحده تقول لواحده عندي خبر طازه على فلانه فركشت مع فلان، التانيه تلاقي عينيها ولا وسعت ودانها كبرت وضربات قلبها. تعالي نحكي بقى، تشرب نسكافيه وخدها على جنب كده عشان ايه؟ نحكي. الحقيقه ان لو منك وهي تقول لك اوعي تجيبي سيره انك عارفه الموضوع، تقول لها لا انا مش ضامنه نفسي، ولو حد سالني وقال لي فلانه قالت لك هتعملي ايه؟ هتكذبي. فانا مش هكذب علشانك. اقول لكم حاجه بتحصل مع الاباء الكهنه. ام تكلمني تشتكي من ابنها وانا ما عنديش نمره تليفونه، فتديني نمره تليفونه اقول لها خلص اكلمه يا مدام، تقول لي اوعى تقول له ان انا قلت لك. اقول لها طب انا ابونا دلوقتي لو هو سالني قال لي هي ماما اللي اديتك النمره دي يا ابونا، هقول له ايه؟ هقول له ملاك نزل حدفها لي من السقف. ما هو يا انت تتفقي معايا ان انا هقول، يا انت تشوفي صوره تانية دخليني بقى اجي لكم افتقاد، اعمل لكم اي حاجه تاني بالصدفه نشوف. تكلمي واحد صاحبه يقول لي واحد من غير توقيع يحط النمره في البوسطه واسمه برجاء السؤال فلان، واقول له حتى الورقه اهي ماشي، لكن انت ما تطلبيش مني ان انا اكذب، لان انا لو ابونا وكذبت هقول للناس ايه؟
حتى لو الدافع او الهدف هدف كويس ما ينفعش تكذب. احنا قلنا كام حاجات دلوقتي: التفكير قبل الرد، جرأة الاعتذار عن الرد، التدريب على الإجابات المسبقة، عدم الموافقة على مجاملة الكذب، 4 عدم الاستماع أساسا. في 3 دقايق أقول لكم بعض التدريب الروحية علشان ما نكذبش. أول حاجة مخافة الله. الإنسان اللي بيحب ربنا ويخافه ما يهمهوش الناس كلها. هتزعل مني لو قلت الحق، ازعل، بس ما زعلش ربنا. هتزعل مني ان ما جاملتكش وخبيت عليك وداريت عليك وقلت انك عندي في البيت، ازعل. انت هتقول عليا ان انا مش راجل، قول، لكن ما ينفعش ابدا اجاملك على حساب ربنا، لان في قلبي مخافة الله، والذي يخاف الله لا يهاب وجه انسان ولا يحابي انسان ابدا. حاجة كمان تساعدنا على عدم الكذب روحيا، عدم الخجل من الناس. اوقات احنا بنكذب عشان خجلانين من الناس، خجلانين من الناس فبنكذب. يعني مثلا انا هفترض ان انا كابونا وقعت في ايه؟ في خطيه كذب. انا كذبت طبعا شكلها وحش قوي 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 بيني وبينكم، يعني لما ابونا نكتشف انه بيكذب يعني. فانت جيت سالتني قلت لي يا ابونا انت كذبت، فانا علشان خايف على صورتي وخايف عليك تعثر فيا فاقول لك يا ابني انا ما كذبتش، انا ظلمت. فعالجت الكذبه بايه؟ وعلى فكره معظم الكذابين بيعالجوا كذبهم بكذب اكتر. ما تخافش من الناس ولا تحابي الوجوه ولا تخاف على سمعتك. ما انت كذبت وخلاص، او عملت العمله السوداء وخلاص، قول انا عملت لكن افضل الف وادور واكذب علشان ابرر نفسي قدامكم وادان امام الله بالاكثر. ما ينفعش يا اولاد. الانسان المسيحي انسان جريء، لو غلط عارف انه تحت الضعف، لو غلط بيقول انا ضعفت، لو غلط بيقول انا غلطت. لكن لما بخاف منكم انتم وبخاف على سمعتي واسمي في وسطيكم انتم، مش ممكن هلجأ الا للكذب. خاف ربنا، ما تجاملش انسان، اقرا وصيته ليل ونهار، وحياتك الروحيه هتخليك من جواك مع الوقت حتى لو بتكذب تكره خطيه الكذب. خطيه منتشره قوي للاسف، وفاكرينها شطاره وفاكرينها حكمه، لكن لن تبررنا امام الله. ربنا يديني ويديكم التوبه من الخطيه دي وكل خطيه. لإلهنا كل مجد وكرامه الان والابد، امين.